السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم من جديد في قناتكم إشراقة سعيدة، وكل سنة وانتم طيبين يا رب، وعيد سعيد عليكم إن شاء الله. عايزين نعمل مع بعض طريقة بيتي فور تكون سهلة وبسيطة كده ومن غير أي كلكعة. البيتي فور طريقته سهلة جدا، بس المهم تكون مظبوطة ومقاديره تكون مظبوطة. ولازم نفهم الموضوع ده كويس جدا، ومن غير اي عقد في المقادير. اي حد مبتدئ، اي حد اول مره يعمل بيتي فور وعايز يعرف طريقته ازاي، يلا بينا نشوف هنعمل طريقه البيتي فور ازاي. ولو اول مره تعمليه هيطلع معاكي مظبوط جدا. لو مشيتي بالمقادير اللي احنا هنقول عليها دي. ولو مفيش عجان او مضرب بيض او مكان بيتي فور مفيش اي مشكله. هنعمل ده كله وهنعديه بكل بساطه. يلا بينا نصلي على رسولنا الكريم عليه افضل الصلاة والسلام. ونشوف طريقة البيتي فور يعني بطريقة سهلة ومقادير سهلة. ويلا بينا. هنتكلم كده على مقادير 2 كيلو دقيق ل2 كيلو بيتي فور. تمام. جبنا حوالي كيلو سمن. لازم يكون كيلو سمن بالظبط 1000 جرام. تمام. 650 اللي انا جبتهم 650 جرام سمن بلدي، وكملتهم لحد 1000 جرام سمن نباتي. تمام. وفضيناهم كده في حاجة واسعة. وده طبعا اللي ما عندوش عجان او مضرب بيستخدم ايده كده. طبعا كان عند مامتي فهي استخدمت ايديها كده في ربة السمن كويس كده. تمام لحد ما دم معاها. دي كده. طبعا جبنا حوالي، هنا انا كنت عايزه المفروض المقادير الصحيحه 8 بيضات. كنت عايزه احاول اخليهم 5 بيضات كده، فطبعا ما نفعتش. لا، المقادير المظبوطه هتكون 8 بيضات، لاني انا ضفت على ال5 بيضات حوالي 3 بيضات تانيين عشان يكملوا 8 بيضات. يبقى المقادير المظبوطه على ال2 كيلو دقيق 8 بيضات، مع كيلو السمن 8 بيضات. تمام. وحطينا طبعا على البيض ده واحنا بنخفقه كده شويه فانيليا. لو عندك فانيليا سايله او فانيليا باودر مفيش مشكله. وفي الاثناء دي طبعا الرب مستمر كده في السمنه لحد ما انتوا شايفين كده. ده بديل العجان. تمام. بايديكي كده، ايديكي نضيفه مغسوله كويس جدا طبعا. هنعمل كده بالطريقه دي كده لحد ما السمنه تبقى زي الكريمه معانا. وبعد كده هنضيف حوالي نص كيلو سكر بودرة. تمام. على ال2 كيلو في نص كيلو سكر بودرة. ويا ريت يكون سكر مش طحنينه في البيت، يكون جاهز عشان يكون ناعم جدا وما يبقاش فيه اي شوائب او حاجات من دي. تمام. بيفرق معاكي برضو في عجينة البيتي فور. وطبعا بتخلطه بقى جامد كده مع السمن. تمام. الاول بتدوب السكر مع السمن كده. طريقة سهلة جدا ما فيهاش اي مشكلة، ومش هنضطر نستخدم نقول عشان طيب عايزين عجان او كده. انا عندي العجان في شقتي، لكن انا كنا بنعمل بيتي فور عند والدتي طبعا، وما كانش عندها العجان، فطبعا استخدمت ايديها مفيش مشكلة خالص. ضفنا بعد كده البيض. زي ما قلت لكم انا حاولت اضيف 5 بيضات بيض بس عشان يعني اقلل الزفرة بتاعه البيض وكده. لا، ما نفعش خالص. العجينة ما ظبطتش غير ب8 بيضات. تمام. عشان اكون صريحة معاكم لازم 8 بيضات على مقدار ال2 كيلو دقيق، يعني على الكيلو الواحد 4 بيضات. تمام كده. طبعا هي كده بدأت بتخفق كده بقى كل المقادير كده مع بعضها. لسه ما ضفتش الدقيق اهو. الدقيق مهم يكون ناخد بالنا ان هو يكون فاخر بدرجة 72% مكتوب عليه، او مكتوب كمان عليه دقيق للتخمير. تمام. بتاع كحك وبسكوت برضو. بنجيب كده حوالي 2 كيلو ضفناهم كده. تمام. وايه مش لما تضيفيهم بقى على السمن وكده، ايه يدوب بتلمي السمن في الدقيق كده. تمام. مش بتعجني تلتي فيه كده، لا خالص.
شايفين؟ بصوا بالطريقة دي كده. تمام اهي، شايفين دي العجينة بعد ما اتعجنت. بعد كده بقى نرجع نجيب مكنة البيتي فور. تمام. هنا المكنة اللي انتوا شفتوها الاول دي جربناها ومن اتكسرت. جبنا المكنة التانية وضفنا فيها العجين بالطريقة دي كده. تمام. طيب لو ما عندكيش مكنة بيتي فور، بأي قمع عندك او قمع حلواني الموضوع هتمشي بيه عادي بكل بساطة في القمع كده، وهتعمل احلى تشكيلة بيتي فور برضو. بس العجينة تكون اطرى شوية. تمام، بالطريقة سنة شوية يعني. هنا في المكنة بتكون يعني انشف شوية. تمام. بتنشفها طبعا بالسمن، بتضيفي سمنة او بتقلليه كده. استخدمنا كده المكنة زي ما انتم شايفين كده. تمام. احنا جبنا المكنة اول مكنة اللي انتوا شفتوها في الاول دي، اشتغلنا بيها شوية وللأسف انها اتكسرت واحنا شغالين بيها، فجبنا المكنة التانية البديلة دي اقوى شوية يعني. اشتغلت تمام كويسة تمام خالص. مفيش مكنة بنستخدم القمع. تمام. هنتصرف يعني. وفي التركية بقى ان لو هتضيفي عجين في القمع بيبقى طري شوية. تمام. هتضيفيه في المكنة، هتشكلي بالمكنة يبقى تنشفيه شوية. تمام. المقادير سهلة جدا ومفيهاش اي حاجة يعني مختلفة او اي حاجة غريبة. الطريقة، بس الطريقة اللي هي المهمة قوي ان نعمل السمنة زي ما انتوا شفتوها كده. لو مفيش عجان عندك يعني بتدخلي بايديكي كده وتظبطي الدنيا كده، بتنعميها خالص كده بايديكي لحد ما تبقى زي الكريمة. بنجيب طبعا شوية، اخدت هنا كده حتة عجينة، ضفت عليها، جبت شوية كاكاو خام كده، ضفت عليهم معلقة سكر بودرة وهضيفهم على العجينة كده. تمام. وهقلبهم فيها كده في بعض كده عشان تعمل لون كاكاوي كده او لون بني شوكليت كده. تمام. عشان نشكل لونين من العجينة على جنب. انا خدت كده هنا العجينة على جنب عشان الونها بالكاكاو لحد ما بقت، شايفين بقت لونها عامل ازاي. اللي بيحب البيتي فور بالكاكاو طبعا بيحب الشوكولاته كده. بقى شكلت بالطريقة دي كده. تمام. الوردة بتبقى ناعمة وخفيفة وجميلة كده. حتى لو ما بتيجي بعد كده تلزقيهم في بعض بيبقوا خفاف معاكي يعني العجينة. وكده طبعا بقى بعد ما رصينا كده البيتي فور في الصواني كده على اشكال مختلفة. تمام. نكون بقى بعد ما ملينا الصواني كده، نكون مشغلين الفرن على درجة حرارة متوسطة كده، متوسطة في الأول كده. وندخل بقى طبعا الصواني في الفرن وتكون هادية كده ومظبوطة النار لحد ما يتحمر كده وياخد معاه لون حلو كده هنطلعه وهيبقى جميل جدا يعني. ولا أسهل من كده ولا أحلى من كده. طريقة سهلة وبسيطة، مقادير يعني سهلة جدا، ممكن تعمليها في أي وقت، مش شرط يكون في رمضان أو للعيد. ممكن تعمليها في أي وقت في السنة. طريقتها حلوة أوي وسهلة وبسيطة. وأحلى حاجة إنها يعني مش بتحتاج مقادير كتير غير الحاجات التانية. شايفين بقى كده دخلنا لونين العجين مع بعض فبيطلع اللون كده طبعا في المكنة. حبيت بس اوريلكم الصواني اشكال والاشكال اللي فيها.
تمام. كل سنة وانتم طيبين يا رب، وتنعاد عليكم الأيام يا رب بالبركة والخير إن شاء الله يا رب. العجينة كانت حلوة قوي وساعدتنا بسرعة. يبقى المقادير المظبوطة معانا: 2 كيلو دقيق، ضفنا معاهم كيلو سمن، زي ما انتي حابة، سمن نباتي كله او نص بلدي او تكملي بنباتي، كله بلدي زي ما تحبي. طبعا السكر بيبقى نص كيلو سكر على ال2 كيلو، تمام، بيبقى نسبي، حابة تزودي شوية حابة تقللي دي حاجة نسبية. طبعا الفانيليا بتحطيها مع البيض، بتخفقي كويس عليهم، هما 8 بيضات على ال2 كيلو، تمام كده. طبعا شفتوا الطريقة سهلة جدا. وده كده بعد ما اتخبز، شايفينه شكله حلو قوي وجميل. حبيت اوريلكوا شوية منه كده، تمام. حبينا برضو نزين شوية منه، انا ما زينتهوش كله، عشان يعني حبيت ابقى زينه بعدين بعد العيد، فزينته شوية كده عشان يكون معاكم يعني تشوفوه برضو. فجبنا الشوكولاتة بتاعتنا، سيحناها. لو عندك كاكاو خام بتسيحيها في الخلاط مع حوالي نص كوباية لبن ونص كوباية كاكاو ومعاهم نص كوباية زيت، تمام. بتخفقهم في الخلاط العادي، بتحطيهم بينضربوا كده، وهيطلعوا لك شوكولاتة كويسة جدا، مقدار شوكولاتة حلو، تمام. يا اما لو عندك مكعبات شوكولاته بتسيحيها عادي في ميه دافيه او على النار بقطعتين زبده. شايفين منظر البيتي فور شكله جميل، وعلى فكره العجينه مطلعه طعمه رائع جدا يعني. كان حلو قوي، ودي المقادير اللي ظبطت معانا على فكره من اول مره يعني. دي الشوكولاته اللي انا قلتلكوا عليها بالكاكاو الخام، ودي جليتر من عند بيتجاب من عند العطار او من عند الحلواني، اوكي. خلاص كده بتاع البيتي فور، تمام. بتحطي بقى بالطريقه دي، حابه تحشي بالمربى، بس المربى بتخليه لو قعد بتخليه طري، بالطري من جوه، فحبيت كده حشيت حاجه بسيطه كده من الشوكولاته من جوه، تمام. ولزقتهم في بعض كده، تبقى وبعد كده بقى ايه بتعمليه بالطريقه دي. حاجة لذيذة جدا ومسلية للأولاد، ممكن يساعدوكي فيها، بتبقى فيها فرحة برضو يعني. بصوا بالطريقة دي كده، وهنضيفها هنزل بقى بيها كده في الخرز كده، تمام. حابة بقى تعملي بمكسرات ناعمة، بأي حاجة انتي بتحبيها طبعا بتعمليها، مش شرط ده يكون ده بس يعني، اي حاجة عفوا، اي حاجة تكون متوفرة عندك يعني بتستخدميها، حابة او انتي اي طعم انتي بتحبيه. يا رب الفيديو يكون عجبكم، والطريقة تكون عجبتكم وتكون بسيطة يا رب، وللمبتدئين تكون عجبتهم ويجربوها، سهلة جدا. يا ريت اتمنى ان انتوا تنزلوا تعملوا لايك للفيديو، وكومنت حلو من قلبكم، يا ريت اسمعه منكم، وتقولوا لي رايكم. وحابين لو اي وصفة انتوا حابين اعملها لكم، يا ريت تكتبوا لي برضو في الكومنتات. واللي اول مرة يشوفني، انا اسمي اسماء، ودي قناتي اسمها اشراقة سعيدة. اتمنى لو تعملوا لي فيها اشتراك عشان يوصلكوا كل جديد. مع الف سلامة، وكل سنة وانتوا طيبين.